أهلا بكم متابعي قناة ملوك الحمام. عندنا هذه البيضة فاسدة. طبعا ليست فاسدة، ولكن الزغلول ميت داخل البيضة. ومن أسباب موت الفرخ أو الزغلول داخل البيضة هو لمس البيضة كثير. عند أي مربي يلمس البيضة كثير أو يخرجها من العش كثير، فهذا من أسباب موت الفرخ داخل البيضة. وأيضا من الأسباب هو الأنثى تتحرك داخل العش كثير، والسبب الخوف. مثلا إذا كانت الأنثى تخاف، يعني في أي شيء يخيفها داخل العش، أو وجود الفاش يجعل الأنثى تتحرك كثير داخل العش. فهذه الأسباب تجعل الفرخ أو الزغلول يموت داخل البيضة. لاحظوا هذه البيضة طبعا كانت مخصبة، والزغلول داخل البيضة ما شاء الله تبارك الله يعني بدأ يكبر، ولكن الزغلول مات. والسبب هو واحد من الأسباب، إما مثلا فتح القفص كثير، القفص اللي يوجد داخل الحمام، أو إخافة الحمام، يعني الأنثى تخاف من أي شيء، مثلا وجود أطفال، أو وجود قطط، أو وجود حيوانات، أو وجود حشرات مثل الفاش. وأيضا مثلا حركة الأنثى على العش، إذا كانت الأنثى يعني غير مستقرة، أو كان مثلا الجو بارد في المكان الذي تضع فيه القفص، يعني برودة الجو كثيرة، والأنثى لا تستطيع أن تدفي البيضة بشكل جيد. لاحظوا وركزوا معي. الآن ركزوا معي في البيضة. لاحظ أن الفرخ بدأ يكتمل داخل البيضة، ولكن مات. ولو نفتح هذه البيضة نجد الزغلول بدأ نمو الزغلول داخل البيضة، ولكن قدر الله ما شاء فعل، وموت الزغلول داخل البيضة.